مستمرة لإبقائه ضعيفا وهشا. لقد بلغ الأمر ذروته حين قرر السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي متابعة الصحفي حميد المهدوي وفق أحكام القانون الجنائي متجاهلا قانون الصحافة والنشر ليزج به في السجن بعقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية قاسية. هذه الواقعة زادت من قلق الصحفيين الذين بالكاد تنفسوا بصيص أمل بعد الرسالة الملكية السامية التي حملت العفو عن الصحفيين في عيد العرش المجيد، لكن سرعان ما أجهضت هذه الآمال بمتابعة جديدة تعكس حقيقة المشهد القائم وتجعل من الصحافة ساحة مشتعلة بين الحق